السلام عليكم. النهارده هنعمل وصفه سهله جدا وبسيطه. هنعمل المكرونه بالصلصه الحمراء. هقولك على شويه حاجات كده هتخلي المكرونه ما تعجنش معاكي، والصلصه كمان طعمها يطلع تحفه جدا. الوصفه بسيطه جدا بس بتبوظ من ناس كتيره. انا هقولك على شويه حاجات كده هتخلي الوصفه تحفه جدا، وطعم الصلصه بقى اللي انا هعملها لكم حلو قوي. ان شاء الله الوصفه تعجبك، بس ما تنسونيش بلايك كتير وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد من وصفاتي. يلا بينا نبدا ونشوف مقاديرنا مع بعض. علشان نعمل المكرونة عندي هنا حلة فيها مية طبعا مغلية، ببتدي احط لها الملح. حطيت هنا معلقة صغيرة من الملح مليانة. هنزل هنا بالمكرونة اي نوع انت تفضليه، دي اكتر من النص كيلو، اي شكل بقى انت تحبيه. واول ما ننزل بالمكرونة لازم نحركها كده في المية علشان ما تبقاش ماسكة وما تبقاش معجنة وملزقة. طبعا مش بسلقها سلق كامل، انا حوالي 5 دقايق، مش عايزينها مسلوقة قوي علشان ما تعجنش معانا. بعد كده قفلت عليها النار، هبتدي اصفيها من المية كويس جدا واشطفها بالمية. كده بعد ما شطفتها بالمية هبتدي انزل لها بمعلقتين كبار من الزيت علشان تبقى مفلفلة معايا كده ما تبقاش ملزقة. اقلب بقى المكرونة كويس جدا علشان الزيت يبقى مغلفها، وهنسيبها على جنب نبتدي نعمل الصلصة. علشان اعمل الصلصة عندي هنا معلقتين كبار من الزيت، بسيبهم يسخنوا كويس جدا. بنزل ببصلاية وسط كده متقطعة صغير جدا. ببتدي اقلب البصل، بديله تقليبه حلوه كده، مش عايزاه ياخد لون خالص، انا عايزاه يدبل بس. بعد كده هنزل بفصين من الثوم مفرومين، فصين كبار. عايزه اقولك ان طعم الصلصه دي حلو قوي، لو جربتيها يعني ممكن تاكلي المكرونه دي من غير ما تاكلي معاها اي لحوم ولا اي حاجه تانية. بعد كده نزلت بفلفل رومي بس يكون لونه احمر، لو مفيش مشكله يبقى الفلفل الرومي اللي هو لونه الاخضر عادي. عايزه تحطي فلفل حامي لو انتي بتحبي الحاجه حاميه. بعد كده نزلت ب3 معالق كبار من صلصة الطماطم. صلصة الطماطم دي بقى بتخلي الصلصة معايا متسبكة وبتديها لون حلو قوي. بقلبها كده تقليبة على النار قبل ما انزل بالطماطم. بعد كده هنزل بنص كيلو من الطماطم ضربها في الخلاط، يعني عايزة بقى تضربيها بقشرها او عايزة تصفيها مفيش اي مشكلة. نزلت كده بنص كيلو من الطماطم وقلبتها كويس جدا بالصلصة. هبتدي بقى احط الملح والبهارات اللي انا هحطها. هحط معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الكمون وتكون مليانة لان الصلصة بتحب الكمون، بيديها طعم حلو قوي، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. هقلبهم بقى كده كويس جدا، مش هحط بهارات اكتر من كده. وابتدي اغطيها. اول ما الصلصة تغلي معايا بالشكل ده هوطي عليها واغطيها واسيبها لحد ما تتقل خالص. هنبتدي دلوقتي نحط الصلصة وهي سخنة كده على المكرونة. هنزل بالكمية كلها على المكرونة، الكمية دي مظبوطة جدا. شايفين الصلصة تقيلة معايا وواخدة لون حلو قوي بسبب الصلصة البيوري اللي احنا حطيناها. بتدي للصلصة كده لون حلو، وبتديها كمان تسبيكة حلوة قوي. هبتدي اقلب المكرونة كده كويس جدا، ابقى متأكدة ان الصلصة وصلت للمكرونة كلها. بصوا المكرونة مفلفلة جدا، مش معجنه خالص. اهم حاجه في المكرونه ان هي ما تعجنش معاكي، ما نسلقهاش مده كبيره. يعني انت بتحطيها على طول وبتنزل في ميه سخنه، بتسيبيها لمده 5 دقايق وبتشيليها على طول، بتشطفيها بميه ساقعه. وبعد كده بتحطيها في الحله تاني وبتحطي عليها معلقتين من الزيت علشان ما تبقاش ماسكه وما تبقاش معجنه معاكي. اهم حاجه المعلقتين بتوع الزيت اللي احنا بنحطهم بيخلوا المكرونه كده مش ملزقه في بعضها خالص، مهما بردت معاكي ما بتبقاش ملزقه. طعمها تحفة جدا، الصلصة كمان حلوة قوي. واهم حاجة برضو في الصلصة ان احنا نحط لها كمون كتير، يعني المعلقة الصغيرة اللي احنا بنحطها نخليها مليانة لان الصلصة بتحب الكمون جدا. عايزة اقولك ان هي طعمها حلو قوي وريحتها كمان تحفة جدا، يعني احلى كمان من الصلصة اللي احنا بناكلها بره في المطاعم. فالصلصة دي طعمها حلو قوي، ان شاء الله تجربيها وتعجبك جدا. انا كده خلصت الوصفة خلاص، يا رب الفيديو يكون عجبكم وتجربوه وتقولوا لي رأيكم ايه. ما تنسونيش بقى بلايك كتير وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من وصفاتي. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.